يا ترى يا نوال هتوافقي ولا هترفضي؟ يا رب توافقي، ده انا هتنقل نقلة تانية، حياتي هتتغير. ايه ده؟ دي نوال، يا ترى هتقول لي ايه؟ الو، ازيك يا مدام نوال؟ اهلا يا استاذ فريد، انا فكرت في كلامك، انا موافقة. ايه؟ موافقة بجد؟ ايوه، بس عندي شروط. شروط؟ يا ترى شروط ايه؟ اما تيجي بكرة الشركة نتكلم. طيب تمام تمام، مع السلامة. فريد، انا حضرت العشاء، مش هتاكل ولا ايه؟ لا لا يا سلوى، انا مش جعان، انا هنام، عندي شغل الصبح بدري. خلاص هتعشى انا ومريم وبعد كده ننام. تصبح على خير. وانت من اهل الخير. يا ترى شروط ايه اللي هتكون عايزاها نوال؟ يا رب ما تطلبش مني فيلا ومهر وشبكة، ما هي عارفة الظروف. قولي لي بقى ايه شروطك؟ شروطي انك تطلق مراتك وتيجي تعيش معايا في الفيلا بتاعتي. انا موافق، حددي بقى ميعاد الفرح. خلاص هنخلي الفرح اخر الاسبوع. ماشي تمام. نفسي اعرف فريد اتغير قوي وبقى معاه فلوس كتير، انا لازم اساله اما يرجع من الشغل. السلام عليكم، ازيك يا سلوى؟ اهلا يا فريد، ازيك؟ فريد، انا عايزه اسالك سؤال، انت جبت كل الفلوس اللي معاك دي منين؟ يو يا سلوى، احنا هنبتدي فقرة النكد والخناقات ولا ايه؟ جبتها زي ما جبتها، ده شغلي وانا حر فيه. انت بتكلمني كده ليه يا فريد؟ فريد، هو انت رحت اشتغلت عند الست اللي اسمها نوال دي؟ ايوه يا سلوى، اشتغلت عندها، انا اللي ماسك لها حسابات الشركة. ايه انت بتقول ايه؟ انت اشتغلت عندها؟ ماشي ماشي يا فريد، على العموم يا تسيب الشغل يا تطلقني. مش هسيب الشغل يا سلوى، انت مش هتتحكمي في حياتي، انا الراجل، اقول اللي انا عايزه، اشتغل فين وما اشتغلش فين، كفايه تحكم بقى. طلقني يا فريد. انا مش هخاف منك، انت طالق يا سلوى. انا همشي يا فريد، مش هستنى في البيت ولا ثانيه واحده. ماما، يا ماما. يا خبر، انت يا ست فوقي فوقي، يا دي المصيبه. لا، ماما، ماما. سلوى سلوى، مريم يا بنتي، انت هتفضلي قاعده في الاوضه كده؟ انا بكرهك، انت السبب في موت ماما، سيبني وامشي، مش عايزه اشوفك. انا ما عملتلهاش حاجه يا مريم، هي اللي طلبت الطلاق لما عرفت اني بشتغل شغل تاني. طيب وعايزاني اصرف عليكي منين واجيب فلوس منين؟ انا كنت بشتغل عشان اقدر اعيشك في عيشه كويسه، هي اللي كانت بتغير عليا زياده، الله يرحمها، هي استعجلت في قرارها ده. انا بكرهك. مريم، انا عايزه اقول لك حاجه، انا قررت اتجوز. تتجوز؟ تتجوز ازاي بسرعه كده؟ ده انت ما صدقت بقى. انت مش شايفه حالنا يا مريم؟ احنا مش عارفين نعيش كده، وانت بقالك اسبوع ما رحتيش المدرسه. هو انت فارق معاك حاجه؟ وهتتجوز مين بقى يا بابا؟ هتجوز نوال صاحبه الشغل. يعني ماما كان عندها حق انها ترفض انك تشتغل معاها، فعلا. الله يرحمك يا ماما، كانت عارفه وفاهمه ايه اللي ممكن يحصل. انا قلت اللي عندي يا مريم، واعملي بقى اللي انت عايزاه. انا عايزه اقول لك ان الفرح الاسبوع اللي جاي، وهنروح نعيش معاها في الفيلا. انا مش هعيش معاكم، انا هفضل عايشه هنا، مش هسيب هنا ابدا المكان اللي كان فيه ماما وذكرياتي كلها معاها. وبعدين مش ممكن اعيش مع الست دي في بيت واحد ابدا. يعني هو انت يا ماما كان لازم تتجوزي؟ ما احنا كنا عايشين كويس، ليه تجيب لنا راجل غريب يعيش معانا ويتحكم فينا؟ في ايه يا نور؟ انت هتقولي لي اعمل ايه وما اعملش ايه؟ انا باخد قراري خلاص. اسكتي بقى، مش عايزه كلام، اكيد هما اللي جم. اهلا وسهلا يا فريد، اهلا يا مريم، اتفضلوا. ايه يا ماما ده؟ انت ما لقيتيش غير الراجل ده يا ماما؟ دول ناس فقراء قوي. نور، عيب كده، ما يصحش ابدا. انا اسفه، هي ما تقصدش، اتفضلوا. انا طالعه اوضتي. مريم يا حبيبتي، انا عايزاكي تعتبري البيت بيتك وتعتبريني زي مامتك. مامتي اللي انت كنت السبب في موتها، انت السبب في اللي حصل لنا ده. انا بكرهك. انا مجهزالك اوضه حلوه قوي يا مريم، هتعجبك جدا. شفتي بقى يا مريم طنط نوال بتحبك ازاي؟ ايوه واضح، شكرا يا طنط. انا عايزاكي بقى تتعودي على البيت بسرعه عشان هتعيشي فيه يا حبيبتي، وعشان لو سافرنا انا وفريد ما تكونيش مكسوف. ايه ده؟ هو انتوا كمان هتسافروا؟ ايوه طبعا، هنسافر نقضي شهر العسل، مش كده يا فريد؟ وهتقعدي هنا انت ونور، ومعاكم دادا سعاد هتاخد بالها منكم. ايه الكلام اللي انا سمعته ده بقى كده يا ماما؟ هتسيبيني مع البنت دي هنا؟ ماشي يا ماما، انا زعلانه منك جدا. حتى لو الأوضة بتاعتي دي حلوة، أوضتي اللي كانت في بيتنا مع ماما كانت أحلى حاجة في الدنيا. أنت طلعت وحش قوي يا بابا، وكمان عايز تسيبني مع البنت اللي بتضايقني كل شوية دي وبتستهزأ بينا عشان إحنا كنا فقراء.
بقول لك ايه انت، يا ريت تدخلي اوضتك، ومش عايزه اشوف وشك هنا خالص. طول ما انا بره اوضتي مش عايزه اشوف وشك. وما تفتكريش بقى ان انت هتروحي المدرسه معايا. انت هتفضلي البنت الفقيره، وانا نور بنت اغنى سيده اعمال. سامعه ولا لا؟ ليه تعمل فيا كده يا بابا؟ كنت سيبني عايشة هناك لوحدي، أنا ما كنتش عايزة أجي أعيش هنا. مريم يا حبيبتي، نعم يا بابا. انا مسافر انا وطنط نوال، عايزك بقى تاخدي بالك من نفسك. مش كنت خلتني أرجع البيت هناك أحسن يا بابا وأقعد لوحدي؟ أنا هعرف أخد بالي من نفسي هناك. لا يا حبيبتي ما ينفعش، انت هتستني هنا مع نور ودادا سعاد. يلا سلام عشان ما تاخرش على الطياره. هو ده كل اللي يهمك؟ الفلوس وتتفسح أنت وطنط نوال؟ أنا هعمل إيه دلوقتي؟ نور هتفضل تضايقني وتأذيني وبابا مش موجود. أنا أحسن حاجة أفضل قاعدة في أوضتي ومخرجش منها خالص. تعبانه مش قادره. يا دادا سعاد، يا دادا سعاد. ايوه يا ست نور، انا تعبانه قوي يا دادا سعاد، مش قادره. انا اديتك الدواء وان شاء الله هتبقي كويسه وهتخفي، بس ما تقلقيش، ده دور برد عادي. انا هعمل لك حاجه سخنه تشربيها وان شاء الله هتبقي كويسه. بسرعه يا دادا سعاد. انا تعبانه قوي. عايزه حاجه يا ست مريم؟ لا يا دادا سعاد شكرا، بس غريبة قوي، هي نور مش موجودة ولا ايه؟ مش سامعالها صوت في الفيلا خالص بقالها يومين. هي راحت عند حد من قرايبها؟ لا، دي مسكينه عندها برد جامد ونايمه في السرير وبتسخن وحرارتها عاليه قوي. معقول؟ اما انزل بقى اعمل لها حاجه تشربها، اما اروح السوبر ماركت اشتري لها شويه حاجات واجيب الدواء اللي ناقص من الصيدليه. دادا سعاد، يا دادا سعاد. نور بتنادي على دادا سعاد ودادا سعاد مش هنا. اما اروح اطمن عليها واشوفها عايزة ايه، هي مريضة برضو واكيد محتاجة مساعدة. انا جيت عشان اطمن عليكي. انت ايه اللي جابك عندي هنا في الاوضه؟ اطلعي بره يا دادا سعاد، يا دادا سعاد. دادا سعاد خرجت تشتري شوية حاجات وتروح الصيدلية ولسه ما جاتش. انتي عايزة حاجة؟ مالكيش دعوه بيا، سيبيني واطلعي بره. بتمشي ليه يا دادا سعاد وتسيبيني دلوقتي؟ عايزه اشرب ميه. مش قادره. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ قومي قومي، انا مش كنت عندك دلوقتي وبقولك لو عايزه حاجه اعملها لك؟ انتي تعبانه خالص، تعالي اما اسندك واطلعك سريرك. مش قادره. يا خبر، ده انتي سخنه مولعه نار. تعبانه. انا هنزل اجيب لك الدواء بسرعه من تحت واعمل لك كمادات ميه ساقعه عشان تخفي بسرعه. يلا يا نور خدي الدواء. انا تعبانه قوي يا مريم. ما تخافيش يا نور، ان شاء الله الحراره هتنزل دلوقتي والميه الساقعه هتخليكي تبقي كويسه، وانا هفضل جنبك مش هسيبك لحد ما تخفي. الحمد لله نامت، ان شاء الله الصبح هتبقى كويسه. خلاص يا دادا سعاد هي نامت، انا كمان اكلتها قبل ما تنام وان شاء الله الصبح هتصحى تبقى كويسه خالص. الحمد لله ان هي اكلت يا ست مريم، دي ما كانتش راضيه تاكل حاجه خالص. معلش عشان البرد كان تعبها. تصبحي على خير يا دادا. وانتي من اهل الخير، قد ايه انتي طيبه يا ست مريم. ياه، الحمد لله، انا النهارده احسن بكتير. معقول مريم هي اللي كانت سهرانه جنبي وبتديني الدواء وتاكلني؟ انا ظلمتها فعلا. لولا ان هي انقذتني كان زمان حالتي صعبه. قد ايه انا كنت وحشه معاها وبعملها وحش. انا لازم اروح اعتذر لها. ايه ده؟ نور الحمد لله ان انت قدرتي تمشي، انت خفيتي. كويس ان انت صاحيه يا مريم، انا كنت فاكراكي لسه نايمه. انا صاحيه من بدري، كنت هاجي اطمن عليكي بس قلت خليكي نايمه شويه. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا مريم، انت فضلت جنبي طول الليل. ماما ما سالتش عني امبارح وطول النهار مشغوله. سامحيني عشان انا ضايقتك، المفروض ما كنتش اعمل كده، اتسرع في الحكم عليكي بان انت مش كويسه. انا اسفه، سامحيني. ولا يهمك يا نور، المهم ان انت بقيتي كويسه وصحتك اتحسنت. طيب الاهم من كده، يعني انت مسامحاني ومش زعلانه مني؟ خلاص يا نور انا مش زعلانه، ما هو طبيعي، احنا الاتنين الظروف خلتنا نتجمع في بيت واحد، كل واحد فينا
ما يعرفش التاني وما يفهمش طباع التاني، بس الحمد لله مع الوقت هنتعود على بعض وهنبقى اخوات. ايوه هنبقى اخوات وهنبتدي من دلوقتي. انا بنت وحيدة وما عنديش اخوات، وانتي كمان بنت وحيدة. احنا خلاص يا مريم هنبقى اخوات. ماشي يا نور. مريم انا زهقت من قعدة البيت، ايه رأيك نفطر ونخرج شوية؟ والله وانا كمان زهقت وعايزه اغير جو، يلا بينا نخرج. بس بقولك ايه، خليكي بعيد عني احسن اخد البرد منك وتعديني. يعني انتي طول الليل قاعدة جنبي ودلوقتي بقى هعديكي؟ صحيح عندك حق، ما اخدتش بالي ان انا قاعده جنبك طول الليل. طب يلا بينا.